لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبائي وأصدقائي ومتابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو سيكون مميز بإذن الله، وهو مهم جدا للحجاج والمعتمرين والقاصدين بيت الله الحرام. هنشرح فيه مناسك العمرة وكيفية أداء تلك المناسك خطوة بخطوة. للعمرة 4 مناسك هي: 1. الإحرام من الميقات. 2. الطواف حول الكعبة. 3. السعي بين الصفا والمروة. 4. الحلق أو التقصير. وسنقوم بشرح تلك المناسك شرحا تفصيليا. نبدأ بمشيئة الله. نبدأ ب 1. الإحرام من الميقات. يحرم ضيوف الرحمن من أحد ال5 مواقيت المكانية التي تحيط بمكة المكرمة بحسب البلد الذي قدم منها المعتمر، ومنذ تلك اللحظة لا يجوز للمعتمر الإتيان بمحظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام: 1. لبس المخيط للرجال. 2. قص الأظافر. 3. لبس القفازات والعمامة والطاقية. 4. قتل صيد البر الحلال أو صيده. 5. تقصير الشعر أو حلقه. 6. تغطية الرأس للرجال. 7. استخدام الطيب في البدن. تعالوا نعرف أسماء المواقيت المكانية ال5 للعمرة والحج، ولمن تلك المواقيت، وكام المسافة بينهم وبين مكة المكرمة. 1. ميقات قرن المنازل، ويسمى السير الكبير، وهو يبعد 75 كيلو متر عن مكة المكرمة، وهو ميقات لأهل نجد ودول الخليج العربي ومن سلك طريقهم. 2. ميقات الجحفة، وهو يبعد 186 كيلو متر عن مكة المكرمة، وهو ميقات لأهل الشام ومصر وتركيا وبلاد المغرب العربي ولكل من سلك طريقهم. 3. ميقات ذو الحليفة، ويسمى ميقات أبيار علي، وهو يبعد 420 كيلو متر عن مكة المكرمة، وهو ميقات أهل المدينة المنورة وكل من أتى عليها من غير أهلها. 4. ميقات يلملم، ويحرم الناس الآن من السعدية، وهو يبعد 120 كيلو متر عن مكة المكرمة، وهو ميقات لأهل اليمن وكل من يمر طريقهم. 5. ميقات ذات عرق، وهو يبعد 100 كيلو متر عن مكة المكرمة، وهو ميقات لأهل العراق وكل من يمر من ذلك الطريق. أما ميقات أهل مكة فيختلف الميقات حسب النسك المطلوب. ميقات العمرة يكون من الحل، سواء مسجد التنعيم، مسجد السيدة عائشة أو غيره. أما ميقات الحج فمن مكة نفسها. لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد لله. ننتقل إلى رقم 2 من مناسك العمرة: الطواف حول الكعبة المشرفة. الطواف حول الكعبة 7 أشواط. بعد دخول الحرم المكي يتوجه المعتمرين إلى الكعبة المشرفة ليصلوا إلى الحجر الأسود وليبدأوا الطواف. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. إذا ما شرع المعتمر في الطواف يتوقف عن التلبية، ويشترط أن يكون طاهرا بوضوء، ثم يتوجه نحو ركن الحجر الأسود وجعل الرداء الأيمن تحت إبطه ليكشف عن كتفه الأيمن هكذا، ويكتفي بالإشارة نحو الحجر الأسود قائلا: بسم الله، الله أكبر. يبدأ الطواف من الحجر الأسود. الطواف 7 أشواط، ينتهي كل شوط أيضا عند الحجر الأسود، وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. وعند محاذاة الركن الذي قبل الحجر الأسود، الركن اليماني، يسن له استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه. ويسن أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل إلى الحجر الأسود،
ويكون بهذا قد أتم شوطا من الطواف، ويستمر هكذا حتى يتم 7 أشواط. ثم نقوم بتغطية الكتف الأيمن، ثم نذهب خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام لصلاة ركعتين الطواف. وبهذا فقد انتهينا من الطواف. ننتقل إلى رقم 3 من مناسك العمرة، السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. بعد الانتهاء من الطواف يتوجه المعتمرين إلى المسعى لأداء السعي بين الصفا والمروة. بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم يتوجه الحجاج إلى المسعى من خلال اللافتات المكتوبة. يسن لهم الشرب من مياه زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام. عند الوصول إلى جبل الصفا يبدأ السعي. عند الوقوف على جبل الصفا نتلو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم نستقبل الكعبة قائلين هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نبدأ بالنزول من الصفا متوجهين نحو المروة مشيا، ذاكرين الله والدعاء بما تيسر لنا، حتى إذا وصلنا إلى العلامة الخضراء فيستحب الهرولة للرجال دون النساء. ثم يعاود الحجاج السير مشيا مرة أخرى حتى الوصول إلى جبل المروة. وعند الوصول إلى جبل المروة نكرر ما قيل عند جبل الصفا دون الآية، ليكون قد أتم شوطا من أصل 7 أشواط. ثم نعود مرة أخرى إلى الصفا بالكيفية نفسها، ونظل هكذا حتى الشوط السابع، فيصعد المروة دون قول أي شيء، وبهذا قد أتم السعي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ننتقل إلى رقم 4 من مناسك العمرة، الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير: الحلق هو إزالة الشعر بالموس ونحوه بحيث لا يبقى منه شيء، أما التقصير هو القص من الشعر دون حلقه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بعد الانتهاء من حلق الشعر أو تقصيره يتحلل المعتمر، وبهذا فقد أقام المعتمر بانتهاء عمرته. من هنا نتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.